السلام عليكم. معنا سي هشام جنات. سي هشام، بغينا نسولوك على الاقتراحات ديال الانتخابات ديال جهة مراكش اسفي ديال البرلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام جلاد، رئيس الجمعيه المغربيه التاسع مرشد الخيار الديمقراطي. الانتخابات البرلمانيه دائما تدوز في المملكه المغربيه وخاصه هنا في مدينه مراكش، والحمد لله حنا كفاعلين جمعويين كنبيو الناس اللي يطلعوا في الانتخابات البرلمانيه يطلعوا في المستوى الكبير اللي كاينه في المغرب. عندنا واحد 35 حزب، ولكن هنا في منطقه جهه مراكش اسفي تضغط واحد العشرة الاحزاب هي اللي تضغط تتقلب على المقاعد اللي كاينه ديال البرلمان. والبرلمان الدور ديالو هو التشريع، هذا هو الدور ديالو. والحمد لله حنا كفاعلين جمعويين تنتمناو يكونوا الناس اللي يكونوا في المستوى الكبير لبلادنا، تتبي ناس اللي يكونوا قراب للمواطنين تيشوفوهم من المواطنين اللي تنتبهوا للبرلمان ولا الاخرات تيكونوا مشاهدات كلاميه، وهذاك الشيء ما تيليقش بالبرلمان المغربي. البرلمان المغربي بنا يكون في واحد المستوى كبير اللي تيطمح ليه جلاله الملك نصره الله. والحمد لله الشعب المغربي بدا تيوعى وتيفهم شي حوايج اللي خصها تفهم، اللي 50 سنه والانتخابات كاينين وتيهبطوا هاد الاحزاب وتيطلبوا ميزانيات كبيره للمواطنين وللشعب المغربي باش نرفعوا من المستوى ديال المواطن المغربي. والحمد لله تنتمنى من الاحزاب اللي تبي تعطي التزكيه تعطيها الناس اللي يكونوا في المستوى اللي بيخدموا الصالح العام وصالح الاحزاب ديالهم وصالح الوطن، عاد صالح الباترونه اللي الاكثريه كاين اللي تتوقع الهيمنه ديال لي باترونه. حنا ماشي ضد الباترونه، ولكن ماشي ضد باش تكون الباترونه تتهيمن، اللي خصو يكون عندنا واحد التوازن في البلاد ديالنا، وتكون عندنا واحد الفكره ديال المصلحه العامه سابقه المصلحه الخاصه، ما تكونش المصلحه الخاصه سابقه المصلحه العامه. هذا هو اهم حاجه عندنا. والمنتخبين اللي تيهبطوا واللي تيكونوا اللي تيتحمل المسؤوليه ديالهم والاختيار ديالهم هما العامين ديال الاحزاب اللي هما اللي تيختاروا دوك الاشخاص تيمثلوهم. كاين بعض هما العامين تيختاروا الشخص اللي بيجيب لهم اصوات كثيره واللي عنده شعبيه كثيره واللي عنده وزن ديالو كبير، ولكن خاصهم يفكروا بزاف. الانتخابات الاكثريه ديال المواطنين كاين عندنا 40 مليون اللي انت بعتو تصوتي 6 مليون اللي تصوت ديال المغاربه اللي تصوت على في الانتخابات، وتيكونوا هذوك 6 مليون اللي تتصوت تيكون العزوف على الانتخابات، وهذاك العزوف على الانتخابات تاثر على السير العام ديال الانتخابات، وتيأثر على السير العام ديال الشأن الحزبي حتى هو تيأثر عليه. اللي الاحزاب تيشوفوهم الناس الاخرى غير بحال تيشوفوهم غير ب5 سنين ل5 سنين عاد تيجيو الانتخابات عاد تيجيو شحال من حاجه. هنا خص الدور ديال الاحزاب ديال الدور ديالها الكامل ديال التأثير والتكوين، اللي الاكثريه ديال بعض المشاكل اللي تتلقاها في المدن المغربيه تتلقى داك التأثير اللي ما اثروش الساكنه ديالهم، ما اثروش المواطنين ديالهم، ما اثروش الاعضاء ديال الاحزاب ديالهم، تتلقاهم هذاك الشيء على ارض الواقع خارجي تينددوا في الاحزاب. هنا الاحزاب خصها اللي تتهبط المنصب وتشد المنصب تحمل المسؤوليه يا بالاخفاء يا بالانجازات. والحمد لله كاينين في هذه الانتخابات اللي دازوا كاينين جوج الحوايج اللي المواطن البسيط ارتاح ليها بزاف، هي داك قانون التضامن واخا هو مشروع ملكي، ولكن التنزيل ديالو تيبقى ديال الحكومه. وعندك الصندوق ديال الزنزال استافدوا منه المواطنين، اما المباقي كايناش استفاده للمواطنين بزاف. وبعض المشاريع اللي تنشوفوها كاينه على صعيد المملكه، حنا بغينا مشاريع اللي تكون تخدم المواطنين وتجي مشاريع اللي مدره للدخل وتكون قريبه للمواطنين، ماشي دوز في كيتشارج ودوز في حوايج اخرين. وهذا ما نقول انا كهشام شنان. شكرا. سي هشام جلاد، انا بغيت نسولك على كساكنه سيديوس بن علي. نتايا كساكنه سيديوس بن علي، اش دار سيديوس بن علي؟ هو سيديوس بن علي الا جينا بغينا ننتبهوا كان اول
نهضروا على مع دروكا كاين البرلمان، وكاين رئيس مقاطعه سيدي سبناني. البرلمان عنده يتشريع، ولكن رئيس مقاطعه سيدي سبناني تيكون عنده دور كبير. كنا بدينا اول واحد انا تنعقل بوعالي، هو اللي كان اول رئيس مقاطعه عقل عليه انا. من وراه داز باتي، من وراه داز الملبي، من وراه داز اسماعيل المغاري، من وراه داز الحاج ناكي. دروكا السيده الرئيسه هي اللي كاينه، وهاد المنتخبين كله كيدار في التسيير ديالو، اللي التسيير تيشوفوا الناس اش اللي زاد اش اللي تنقص في المنطقه سيدي سبناني. والحمد لله ساكنه سيدي سبناني ماشي ممثلين الشعب هما اللي تيسيروا المنطقه، تيكونوا الفاعلين الجمعويين تا هما تيحطوا مقترحات واقتراحات وتيصيفطوا لجلاله الملك، وتحطوا هاد النمو اللي كانت عليه منطقه سيدي سبناني، بحال بحال السوسيو الرياضي والسوسيو ثقافي. ولكن هذاك الشيء خصو امكانيات ديال التسيير ديالو، وخصو ناس مؤثرين اللي يكونوا فيه. ماشي كذا نقولوا الاكثريه دروك هما السوسيو الرياضي حاطين فيهم الناس موسميين. علاش هذوك الموسميين ما يترسموش؟ لان الناس موسميين خدامين بحال خدام بلا اوراق. وهنا بين الناس اللي يكونوا ترسموا ويكونوا خدامين. اللي انتبهنا في منطقه سيدي سبناني في 83 كنا نخرجوا من دار الشباب، تنخرجوا من الامام السيد، ندخلوا دار الشباب اش كان فيها؟ ما كانش قوه الجمعيات بزاف، كانوا ديك الساعه كانت الحركه الشعبيه وكانت الكشفيه هي حزب الاستقلال. قلال هادو قلال، ولكن كانوا تيكونوا تيأثروا، تكوننا منهم تأثرنا منهم. والحمد لله حنا غاديين كمجتمع مدني. ولكن الاحزاب خصنا تنتبهوا. هنا في منطقه سيدي سبناني شحال من حزب فتح كاينه سميتها البام والعداله والتنميه وحزب الاستقلال. اين هما الاحزاب الاخرى؟ هنا خصهم الاحزاب الاخرى يحلوا مقرات باش يستافدوا منهم الناس. حنا كجمعيه المجتمع المدني باش نهضروا، حنا ماشي كذا نقولوا، حنا ماشي منتخبين، ولكن حنا كمجتمع مدني تلقانا خدامين طول السنه، خدامين على المنطقه، وبين المنطقه توصل لواحد المستوى كبير. والحمد لله تنتمناو الخير لقدام، وتنتمناو اي حد اللي يهبط يكون في المستوى ويرضى عليه سيدنا والشعب المغربي، ويكون هو خدام الصالح العام، ويكون عنده غيره على المنطقه اللي تيطلع فيها. شكرا.